من منا لا يعرف إيلون ماسك، الرجل الذي ظهر مؤخرا في مونديال قطر 2022 ومؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية والمالك الجديد لمنصة تويتر. الرجل يقال عنه أنه خسر 200 مليار دولار خلال 13 شهرا، ولكن في المقابل ماسك الداعم الأول لرواد الأعمال في مجال العملات المشفرة، وخاصة أنه سعى لخطف الأضواء مرة أخرى بعد إعلان دعمه للعملات الرقمية في متجر سبايس إكس. لذلك حاول بعض المعجبين به الذين يستثمرون بالعملات المشفرة تكريمه بواحدة من أغرب الطرق للتعبير عن الدعم والإعجاب، هدية رمزية تعبر على أنه الأفضل في كل الأوقات على شكل عنزاية مصنوعة من الألمنيوم تحمل رأس ماسك راكبا على صاروخ بشكل غريب. يتلخص شكل النصب التذكاري في وجه آيلون ماسك وجسد ماعز، حيث يظهر على ظهر صاروخ للتعبير عن تقديرهم لإنجازاته العديدة. تبلغ قيمة القطعة الفنية الغريبة 600 ألف دولار أمريكي، وقد تم تصميمها بتكليف من شركة العملة المشفرة EGT. لذلك اختاروا ضم رأس ماسك إلى جسد الماعز باعتبار أن رمز الشركة هو الماعز، وهذا الصرح سيقوم بجولة بالعديد من المدن الكبرى قبل تسليمه إلى مقر شركة تسلا في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، مشيرة إلى أن التمثال يعد التزاما من ماسك تجاه العملات المشفرة. طبعا وهذا الخبر تصدر عناوين الأخبار في أثناء سفره عبر البلاد من كندا على نصف مقطورة إلى مصنع تسلا. وسلام، نشوفكم بفيديو قادم.